زمان كنا بنقول HR، وكان أول حاجة تيجي في بالك الغياب، التأخير، الجزاءات والخصومات اللي بتنزل فجأة. بس دلوقتي HR بقت اسمها في شركات كتير People and Culture أو HR Business Partner. طب ليه؟ لأن الناس بقت فاهمة إن الموظف مش رقم، ده إنسان بيأثر في الشغل وبيتأثر بالجو اللي حواليه. التغيير في الاسم سببه إيه؟ لأن HR مش مجرد قسم إداري، بقى شريك استراتيجي في القرار. ولأنك الناس مش موارد، دول ناس ليهم ثقافة ودور وانتماء. ولأنك عشان تبني بيئة شغل صح محتاج قسم بيشتغل على الناس مش عليهم. طب إيه الفرق بين المسميات؟ HR الشكل التقليدي اللي بيهتم بالإجراءات والمستندات. HR Business Partner بيشتغل جنب المديرين في كل قطاع، بياخد قرارات تخص التيم مش بس ينفذها. People and Culture بيركز على بناء ثقافة شغل صح، تطوير القادة، دعم الرفاهية، وخلق جو يخلي الناس تكمل. الخلاصة، الاسم اتغير لأن الوظيفة اتغيرت. ولو لسه الشركة بتقول شؤون عاملين، غالباً لسه بتعامل الناس كأنهم مكنة. إنما الشركات اللي بتفكر عارفة إن الشغل الحلو بيبدأ من جو صحي، مش معاملة الناس على إنهم ماكينات.